لا يا استاذه طبعا انا ما انكرش يسوع. ازاي تقولي كده؟ مستحيل مستحيل اعمل كده. Several hours later. النهارده يوم مش عادي. انا ويوحنا قررنا نحكي لكم عن حكايه من البدايه، حكايه الليله اللي غيرت العالم، ليله خميس العهد. يا فاكر يا يوحنا لما المعلم نادانا احنا بالذات وقال لنا روحوا جهزوا الفصح؟ ساعتها سالناه فين، قال لنا هتلاقوا راجل شايل جره ميه امشوا وراه. كنت مستغرب قوي، بس كالعاده كل حاجه حصلت زي ما هو قال. البيت كان كبير ومفروش واخدنا الفسحة سوا، وللأسف لحد اللحظة دي كنا بنتخانق ما بيننا وبين بعض وبندور مين فينا الأعظم، لحد ما يسوع كان زعلان علينا وقعد معانا وفهمنا إنه الأعظم هو اللي هيخدم التاني وهيخدم اللي حواليه. ساعتها الصدمه نزلت علينا لما يسوع قال لنا ان واحد مننا هيسلمه. كلنا اتخضينا وخفنا، مين فينا يقدر يعمل كده؟ ساعتها يوحنا كان قاعد جنب يسوع، فانا غمزت وقلت له ما تساله كده مين فينا. وسألت يسوع، ساعتها هو غمس اللقمة واداها ليهوذا الإسخريوطي، واللحظة دي كانت تقيلة على قلبنا كلنا. وفجأة حصل اللي محدش يتوقعه، يسوع قام العشاء وقلع طوبه ولف وسطه بفوطة وبدأ يغسل رجلنا واحد واحد. احنا كنا مذهولين من اتضاعه. انا طبعا عملت مشكله، قلت له ما ينفعش تغسل رجلي. ما كنتش مستوعب ازاي ملك الملوك ورب الارباب يجي يغسل رجلي انا الصياد الغلبان. قال لي ساعتها ورد عليا انه لو ما غسلش رجلي انا مش هكون ليا مكان معاه. قلت له لا، ده انت تغسل رجلي وايدي وراسي كمان. الحقيقه ان يسوع قال لنا انه الشيطان هيحاول يجربنا، بس ساعتها انا قلت له انا مستعد اتسجن واموت معاك كمان. بس رد عليا قال لي انه انا هكون انكرت 3 مرات. وخرجنا البستان، ويسوع كان بيصلي بمرار، عرقه كان عامل زي الدم، واحنا للأسف غلبنا النوم. فجأة لقيت مشاعل وسيوف كتيرة ويهوذا جاي ومعاه ناس. فجأة لقيته طالع من وسطهم وقرب ليسوع وباسه. أنا ساعتها الدم غلي في عروقي وقمت مطلع سيفي وقطعت ودن واحد من اللي كانوا معاه. كنت مستعد أحارب بس عشان ما ياخدوش يسوع. ساعتها لقيت يسوع انتهرني ومد إيده وشاف الراجل اللي أنا قطعت ودنه. بعدها لقيت يسوع راح معاهم وأنا فضلت مصدوم. الكل هرب، واللحظة دي كانت بداية طريق الألم.